ازاي تدخل ثانوي عام بتنسيق اقل من تنسيق المحافظه بتاعتك؟ ركز معايا كويس في الكلام اللي بقوله. ازاي تدخل ثانوي عام بتنسيق اقل من تنسيق المحافظه بتاعتك؟ يعني لو انت المحافظه بتاعتك بتاخد ثانوي عام من 220 وانت جايب 210، ازاي تدخلها؟ وكمان ممكن تدخلها وانت جايب 205. يا ترى هتعمل ايه يعني؟ هتدفع رشوه مثلا؟ هقول لك ازاي تدخلها لو انت درجتك اقل من درجه التنسيق. اقول لك ازاي تدخل ثانوي عام. فركز معايا كويس في الفيديو، الكلام ده مش هتسمعه عند حد، لان كتير جدا بيخاف ان هو يقوله. يعني المفروض يقولوا المدرسين، بس للاسف يعني ده انت كل ما تسال المدرس بتاعك بيحسسك ان ثانوي عام دي بتاخد من 280. يعني كل المدرسين اللي يموت ده تسالهم يقول لك الثانوي عام تنسيقها هيعلى، ده الثانوي عام تنسيقها هيعلى. المدرس بيحاول ان هو يخوفك على قد ما يقدر يعني عشان تذاكر، وكذلك الاهل بيحبطوك. فانا بقول لك الكلام ده مش هتسمعه عند حد عن تجربه. فلو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش بقى تدوس تحت كده هتلاقي علامه حمراء، دوس على اشتراك في القناه، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان زمايلك يستفادوا. ويلا مع بعض اقول لك ازاي بالتفصيل تدخل ثانوي عام بتنسيق اقل من تنسيق المحافظه بتاعتك. في البدايه كده الكلام اللي انا هقوله ده مش بقوله من عندي او تاليف من عندي، لا خالص. الكلام اللي انا بقوله ده عن تجربه، وتجربه ناس كتير، وتجربتي انا شخصيا. يعني بص، كلام اعتمد عليه بنسبه 95% من الاخر يعني. تعالى بقى اقول لك ازاي. لو انت جايب مثلا يعني المحافظه بتاعتك زي ما قلت بتاخد من 220 وانت للاسف جبت 215، هل ده معناه ان انت كده مش هتلحق؟ لا خالص، هتلحق وهتدخل وانت مطمن كمان. لو مثلا المحافظه بتاعتك بتاخد من 235 وانت للاسف جايب 230، ده معناه ان انت مش هتدخل؟ لا هتدخل. هقول لك ازاي. هي الاحصائيه بتبقى ازاي؟ ان هم مثلا بيقولوا في الترم الثاني لما بيخلص بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا احصائيه للطلاب الموجودين في المحافظه. يعني مثلا ايه الطلاب اللي جايبين فوق ال 235 كانوا مثلا يعني 20,000 طالب 30,000 طالب. قالوا دول بقى هناخد يبقى التنسيق هيبقى من كام؟ من 235. يبقى على اساس ان الطلاب دي اللي هم ال 20,000 طالب اللي جايبين فوق ال 235 هيقدموا كلهم ثانوي عام. وطبعا الكلام ده مش بيحصل خالص. مش شرط كل اللي جايب درجه كبيره يبقى يدخل ثانوي عام. ممكن يدخل تمريض، ممكن يدخل مدرسه المتفوقين، ممكن يدخل مدرسه البترول، ممكن يدخل مدرسه وي، ايا كان يعني ممكن يدخل مدارس كتيره. فمش كل الطلاب اللي فوق ال 235 يدخل ثانوي عام، لا. ده هتلاقي بس 70% منهم بيدخل ثانوي عام. فبكده المدارس ما اكتفتش زي ما كان المفروض، الاحصائيات بتاعتهم بتقول كده. وده بقى بيحصل ايه؟ بيحصل ان هم بينزلوا مرحله ثانيه. وطبعا محدش بيقول لي ممكن ما تنزلش مرحله ثانيه، هقول لك لا، ده لازم مرحله ثانيه. يعني التنسيق هيبدا من 235 ينزل بقى مرحله ثانيه، ممكن ينزل ل 225 ويمكن اقل ويمكن اكتر. بس المهم ان هو بينزل مرحله ثانيه بيقل 10 درجات. يعني التنسيق اللي انت بتشوفه على جوجل ده اللي هو التنسيق الكبير اللي تلاقيه 240 245 دي مرحله اولى. فاهم؟ دي مرحله اولى للناس اللي جايبه درجات كبيره على اساس يعني ان هي تقدم كلها، فمش بتقدم كلها يعني. فبيجي بقى في المرحله الثانيه بينزل جدا. يعني مثلا واحد قال لي محافظه اسيوط، واحد قال لي دي بتاخد من 240. فعلا اسيوط خدت من 240، لكن نزلت بعديها مرحله ثانيه ونزلت جامد، نزلت كتير. يعني اليوم السابع كان جايبها مرحله اولى ب 240 ونزلت خالص لحد 220. شوف تخيل انت. مش دي برضه التكه اللي انا جاي اقول لك عليها، مش دي التكه خالص اللي انا بقول لك عليها اصلا. يعني انا بس حبيت ارد يعني عشان ما حدش يقول لي في التعليق ان ايه، ان انا مثلا لازم اجيب بنفس التنسيق عشان ادخل، ولا ده الرد عليه ان هو مش شرط تجيب زي التنسيق بالظبط بالحرف، لا، ممكن تقل عنه ومفيش اي مشاكل. لكن خد التكه بتاعتي انا، دي تجربتي انا. ايه هي بقى التكه دي؟ تجربتي زي ما قلت، تجربتي وفي محافظتي، وانا من محافظه المنيا، ده عشان تبقوا عارفين يعني. محافظه المنيا انا كنت دفعه 2014 اولى ثانوي عام، كانت بتاخد تقريبا من 220 ولحد الان لحد السنه اللي فاتت برضه بتاخد من 220. ودي نقطه مهمه جدا. اللي هو ايه، التنسيق مش بيعلى كده وخلاص، او التنسيق مش بيعلى بين يوم وليله، او مش بيعلى بين سنه والثانيه، لا. يعني انا المحافظه بتاعتي تقريبا اديلها 10 سنين بتاخد من نفس التنسيق. وفي خلال ال10 سنين دول المدرسين كانوا كل سنه بيقولوا للطلاب ذاكروا ذاكروا، ده التنسيق هيعلى، ده التنسيق هيعلى جدا، وما كانش بيعلى. فحابب اطمنك يعني اللي هو اللي يقعد يقول لك التنسيق هيعلى جامد، ده التنسيق هيضرب في القمه، لا، التنسيق مش هيعلى جامد ولا هيضرب في القمه ولا حاجه. يعني هو هيجي على حظك انت ويعلى ويضرب في القمه؟ لا، التنسيق زي ما هو مش هيختلف كتير، ولو اختلف اخره يا سيدي 5 درجات بالكتير.
بس مش دي التكه بتاعتي برضه. تعال اقول لك بقى التكه بتاعتي. التكه بتاعتي ان انا ساعه دخلت ثانوي عام 2014 تقريبا، 2014 2015، كانت المحافظه بتاعتي محافظه المنيا بتاخد من 220. ماشي. والمدرسه اللي انا دخلتها كانت بتاخد من 215. ازاي ده بقى؟ ازاي لما هي المحافظه بتاخد 220، ازاي المدرسه بتاعتك انت اللي دخلتها بتاخد 215 مع انها في نفس المحافظه؟ ده اللي انا عاوز اوضحه، ان مش كل المدارس في نفس المحافظه بتاخد زي بعض، مش متساويه. يعني مش معناه ان المنيا قالت انا باخد من 220 معناه ان كل المدارس في محافظه المنيا بتاخد من 220، لا خالص نهائي. زي ما قلت لك المحافظه بتاعتي كانت بتاخد من 220. حلو الكلام. والمدرسه اللي دخلتها انا كانت مدرسه كبيره كبيره جدا طبعا، ومدرسه في مدينه مش في الريف ولا في قريه، لا ده في مدينه ومدينه كبيره، وخدت من 215، يعني اقل من التنسيق المعلن ب5 درجات. وخد التجيله بقى، كانت في مدرستين جنبيه، مدرستين، والاثنين مدرسين مشتركين، يعني كان اولاد وبنات مشتركه يعني. كانت في مدرسه فيهم في الارياف كانت بتاخد من 205. تخيل انت 205. يعني واحد صاحبي شخصيا جاب 205 ودخلها مع ان التنسيق كان من 220. شوف فرقت 15 درجه ودخلها. المدرسه دي كانت جنبها، كانت كده لازقه جنبها كده، بس انا ما رضيتش ادخلها. اولا عشان المدرسه مشتركه، ثانيا ان انا كده كده حبيت اروح المدينه عشان الدروس بتاعتي هناك. انا حبيت اوضح لك ان شوف، يعني التنسيق كان 220، في مدرسه خدت من 215، وفي مدرسه نزلت لحد 205، وفي مدرسه كمان كانت بعيده عني شويه، كانت بعيده جدا يعني، بس كانت في نفس المحافظه، يعني كانت بعيده جدا، كانت قريبه من ايه، عندنا احنا في الجبل في كوره، الجبل عندنا احنا مقسم لكوره كده، قريه كذا واحد، قريه اثنين، قريه ثلاثه، قريه اربعه، وهكذا. كان في مدارس ثانوي بقى في الاماكن دي كانت بتاخد من 204، 16 درجه عن التنسيق المعلن. فهمتها؟ وصلت لك؟ حبيت اوضح لك ان انا لما بقول لك المحافظه بتاعتك بتاخد من 235، ده مش معناه خالص ان كل المدارس بتاخد من 235 في نفس المحافظه، لا، كل مدرسه ولها تنسيق مختلف عن الثانيه خالص نهائي. ده انا المحافظه بتاعت المركز اللي انا فيه كانت في مدرسه الصناعه بتاخد من 185 فاكرها لحد دلوقتي. انا رحت اقدم لصاحبي فيها. بص كان هو صاحبي كان عاوز يدخل صناعه، يعني المدرسه اللي هو كان راح يقدم فيها صناعه كانت بتاخد من 185. فبيعمل ايه ده جايب 165، ده مش هيلحق، لا لحق ودخل، راح لمدرسه صناعه تاني في نفس المحافظه وبتاخد من 165. طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ اقول لك ما اعرفش. فهي المساله مش كده، مش شرط انك انت جليت على التنسيق ب5 درجات او 4 درجات ده معناه انك مش هتدخل، لا هتدخل. ده عن تجربه، عن تجربه، وفي المحافظه بتاعتي. وده اكيد بنسبه 90% في باقي المحافظات. يعني انا واحد ساب لي في التعليقات ان في الفيديوهات اللي عملت الفيديوهات اللي فاتت، قال لي انا الترم الاول كنت جايب 85 وشديت حيل الترم الثاني ودخلت ثانوي عام. قلت له ازاي؟ قال انا شديت حيل جدا، مع اني كان جايب الترم الاول 85، يعني الموضوع كان منتهي. قال بس شديت حيل ودخلت ثانوي عام الحمد لله. ومثال تاني، محافظة البحر الأحمر، ادخل شوف تنسيق محافظة البحر الأحمر هيقول لك السنة اللي فاتت 225. بعد بقى ما تخلص هتلاقي المقالة في اليوم السابع كده، يجي تحت شوية يقول لك إيه، لكن تم النزول بالتنسيق إلى 200 في بعض المراكز أو بعض القرى أو بعض الإدارات. تخيل أنت إن المحافظة خدت 225 وجوهم في كم مركز كده أو كم قرية خدت من 200 سنة، يعني كان الفرق 25 درجة. انا جاي اقول لك يا ريت يعني تكون استفدت من الفيديو وفهمت الدنيا ماشيه ازاي. انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان افهمك الدنيا ماشيه ازاي، عارف ان انا طولت عليك وطولت كتير كمان، بس يا رب يعني تكون كملت الفيديو وفهمت منه كل حاجه بالتفصيل، وفهمت انا قصدي اقول لك ايه. قصدي اقول لك ما تاخدش على التنسيق الموجود في المواقع، ما تاخدش عليه يعني بدرجه نسبه كبيره وتقول انا خلاص اتحطمت، لا، اعمل اللي عليك. وان شاء الله يعني ما لحقتش التنسيق، مثلا انت جنبك مدرسه ما لحقتهاش خش مدرسه غيرها، ما لحقتهاش شوف مدرسه ثانيه غيرها، ما لحقتهاش شوف مدرسه غيرها. مش شرط، انت مش مسؤول انك تدخل مدرسه، لا انت ادخل اي مدرسه تعجبك في المحافظه. انا دخلت مدرسه انا دخلت قصدي يعني انا دخلت مدرسه في مركز او مدينه، دي واحد صاحبي ومعايا وفي نفس المكان وفي المدرسة، ودخل مدرسه ثانيه. يعني اصحابي كده اتفرجوا يعني راحوا مدارس مختلفه وما كانش في مانع في كده، يعني ما مش هيبقى عائق قدامك انك ممكن تدخل مدرسه غير المدرسه اللي انت المفروض تدخلها، لان انت تقريبا متاح لك 5 مدارس في المنطقه اللي حواليك، تغير بينهم براحتك على حسب المدرسه اللي تقبلك.
فلو انت وصلت من اللحظة دي من الفيديو ما تنساش بقى تخبط اللايك وتعمل اشتراك في القناة، واستناني الفيديوهات الجاية. ولو محتاج حاجة ما تنساش تسألني في التعليقات، اسأل السؤال اللي يعجبك في التعليقات وانا طبعا هرد عليك، وان شاء الله يعني اعمل اللي عليك والباقي على الله وهتدخل ثانوي عام.